السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة الشيف عبد الحق. إن شاء الله في هذه الحلقة سأقدم لكم وصفة العناب والبريبات بالحوت، كيجيبوا رائعين جدا كي كتلاحظوا معنا على هذا الشكل هذا. فخليكم معنا باش تشاهدوا الوصفة. إذا على بركة الله بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو لواحد 2 علب ديال الشعرية الصينية، غادي نحتاجو لواحد 300 غرام ديال الكروفيت، واحد 300 غرام أيضا ديال الكالامار اللي غادي نوضعوهم بطبيعة الحال بعد ما غسلناهم في ديكاسخول غنملؤوهم بالماء. بالنسبة للعطرية غادي نحتاجو العطرية ديال الشعرية، ان شاء الله ملي غادي نوجدوها غادي نديرو لها شوية القزبور معدنوس، شوية البزار وشوية الملحة. وبالنسبة باش غادي نشحرو الكروفيت والكالامار نحتاجو شوية القزبور معدنوس، شوية ديال 2 دروس ديال الثومة، واحد ضغط البنة ديال الحوت وشوية الملحة وشوية البزار. وطبيعة الحال مع الشعرية كنضيف واحد شوية ديال الصوجة، كتضيف واحد الإضافة رائعة. وطبيعة الحال الورقة ديال البسطيلة اللي حتى هي بها غادي نصيبو العناب ديالنا اللي وجدناها في المنزل ديالنا، وتوجدوا الوصفة ديالها أسفل الفيديو. إذا ندوزو للتحضيرات. إذا أول حاجة غادي نقومو بها مشاهدينا الكرام، الآن غادي نقومو بوضع الكروفيت والكالامار فوق النار لمدة واحد 15 دقيقة ونلتقي بعد قليل. إذا مشاهدينا الكرام، الآن بعد مرور 20 دقيقة كي كتلاحظوا معنا الكالامار ديالنا هو كيوجد لينا، الكروفيت أيضا حتى هو راه كيوجد لينا كتلاحظوا معنا. بطبيعة الحال كتخليو 20 دقيقة على نار مهيلة حتى كيطلع واحد الرغوة هنايا بحال هكا كي كتلاحظوا معنا بالنسبة للكروفيت، ولا بالنسبة للكالامار أيضا كتلاحظوا معنا. إذا الآن غادي ندوزو لتتمة الوصفة. الآن مشاهدينا الكرام، الكروفيت ديالنا هو واجد، الكالامار ديالنا هو واجد بعد 20 دقيقة. دابا غادي ناخدو واحد المصفاص بحال هادي، غادي نقومو بتصفية الكروفيت ديالنا على هذا الشكل هذا، لأن هاد الماء هذا ديال الكروفيت اللي غيبقى لينا فيه غادي نوضعو الشعرية الصينية باش غادي طيب لينا، فما خصناش نضيعو هاد الماء، لذلك غنستعملو هاد المصفاة اليدوية. إذا الآن بعد ما انتهينا من وضع الكروفيت غادي ناخدو الشعرية الصينية ديالنا، غادي نقومو بوضعها في هذا الماء النيس هذا. بهذا الشكل هذا، غادي نوضعوها فوق النار لمدة فقط واحد 5 ديال الدقائق. صافي، دابا بعد ما وضعنا الفيرميسيل فوق النار غادي ناخدو هاد لي كالامار هادو ديالنا، غادي نقومو بالتقطيع ديالهم لواحد القطع صغيرة، ثم غادي نبداو على بركة الله بتقطيعهم على هاد الشكل هذا، واحد لي بتي كاغو بحال هكا كتلاحظوا معنا على هاد الشكل هذا، هادي بتي كاغو صغيورين. إذا غادي نستمروا التقطيع ديالهم على هاد الشكل باش ما نطولش عليكم، ونلتقي بعد قليل. صافي، الآن بعد ما انتهينا من تقطيع الكالامار ديالنا غادي ناخدو واحد المقلاص، غادي نقومو بوضع الكالامار ديالنا. يا بسم الله، غادي نضيفو لي كروفيت، غادي نضيفو قزبر المعدنوس. على فكرة أنا عندي في المجمد غيطلق راسو إن شاء الله ملي غادي نشعلو عليه على النار. ضمت البنة ديال الحوت فردتوها على هذا الشكل هذا، ثم غادي نوضعو واحد ملعقة كبيرة ديال الزبدة على هذا الشكل هذا، بها إن شاء الله غادي نشحرو هاد الحشوة ديالنا، وغادي نوضعو الكل فوق النار حتى يتشحروا لينا، ونلتقي بعد قليل. إذا الآن في هاد الأثناء الفيرميسيل ديالنا راه وجد لينا، دابا غادي نقومو بالتصفية ديالو. بسم الله، على هاد الشكل هذا غادي ناخدو واحد المقص نبداو بالتقطيع ديالو على هاد الطريقة هادي. صافي، دابا ملي سالينا التقطاع غادي ناخدو واحد الإناء آخر، غادي نقومو بوضع الشعرية ديالنا على هاد الطريقة هادي. غادي نقومو دابا بإضافة العطرية ديالها، قزبور المعدنوس، ملحة والبصر، نضيفو الصوجة تقريبا هنا واحد 2 ملاعق كبيرة تقريبا، ونبداو على بركة الله بتحريك كل العناصر. إذا مشاهدينا الكرام، الآن بعد ما انتهينا من تحريك الفيرميسيل ديالنا كتلاحظوا معنا كيصبح لينا على هذا الشكل هذا. صافي، دابا غادي نتركوه جانبا ونمشيو باش نشوفوا الكالامار والكروفيت. إذا الآن مشاهدينا الكرام كتلاحظوا معنا الكروفيت والكالامار ديالنا صافي راهم تشحروا، داك الزبدة والعطرية اللي درنا لهم كيجيو رائعين جدا. صافي، دابا غادي نطفيو عليهم ونمشيو باش نكملوا الوصفة ديالنا.
إذا المشاهدينا الكرام، بعد ما وجدت لينا الكرافيت والكالامار ديالنا، مباشرة غادي نقومو بإضافتهم إلى الشعرية ديالنا. ثم غادي نستمروا بتحريك كل العناصر حتى يتمزجوا جيدا. صافي، دابا بعد ما وجدت لينا العمارة ديالنا، غادي ناخذ واحد الإناء وغادي نغطيو هاد العمارة ديالنا ونخليوها ترتاح لمدة نصف ساعة. إذا مشاهدينا الكرام، الآن بعد مرور نصف ساعة لا فاكس ديالنا راه بردات، فدابا غادي ندوزو مباشرة باش نوجدو لي نيم ديالنا. إذا على بركة الله غادي نقومو بأخذ أول ورقة ديال البسطيلة ديالنا على هاد الشكل هذا في مكان العمل ديالنا. غنقرب لكم الكاميرا أكثر. دابا غادي ناخدو لافاكس ديالنا نوضعوها بحال هكا، صافي، وغادي نبداو باش نلويوها بحال هكا. لاحظوا معايا الطريقة بهذا الشكل هذا. من بعد ملي كنوصلوا لهاد المرحلة كنشدو الجوانب على هاد الشكل هذا وكنستمروا على هاد الشكل هذا. كتلاحظوا معنا على هاد الطريقة هادي، وهي لانيم ديالنا واجدة. انا غنعاود نصوب وحدة اخرى قدامكم باش تشاهدوا الطريقة. فإذا غادي نستمروا على هذا الشكل هذا تنساليو كاع لي نيم ديالنا ونلتقي بعد قليل. إذا مشاهدينا الكرام، كتلاحظوا معنا بعد ما انتهينا من إعداد لي نيم ديالنا كيصبحوا لنا على هذا الشكل هذا. فالآن مباشرة غادي ندوزو للقلب ديالهم إن شاء الله. بسم الله على بركة الله، نقوموا بوضعهم على هذا الشكل هذا. صافي، غادي نخليهم يتقلاو وغادي نقلبوهم من الجهة الأخرى حتى يطيبوا لينا مزيان، ونلتقي بعد قليل لمرحلة التقديم. ابقوا معنا. إذا مشاهدينا الكرام، كي كتلاحظوا معنا بعد ما كنتهيو من القليل ديال لي نيم ديالنا كنقسموهم على جوج وكنقدموهم مع شويه ديال الخاص او شويه الشلاضه وشويه ديال الصوجا، كيجيو رائعين جدا كي كتلاحظوا معنا. فنتمنى ان هاد الوصفه هادي تنال الرضا ديالكم، فكيجيو رائعين ومقرمشين. لاحظوا معايا الداخل ديالهم كيفاش كيجي على الطريقه هادي، كيجي رائع جدا وعامرين بالحوت، كيجيو فنين. إلا عجبتكم هاد الوصفة ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وايضا تبارطاجيوها مع لي زامي ديالكم باش تنال الرضا ديالهم حتى هما. شكرا كثير على مشاهدتكم، والى الحلقة المقبلة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.